لم يكن مسلسل الفضائح في النسخة 35 للكان ليتوقف قبل صافرة الختام طالما لم تتحقق الغاية التي سخر لأجلها المنظمون كل الوسائل المسموحة والممنوعة. المنتخبات المنافسة تتساقط تباعا في شباك التلاعب والتحايل عندما يتعلق الأمر بمواجهة المنتخب البطل سلفا صاحب الأرض والضيافة مجازا. عشية النهائي المرتقب سهرة الأحد، الاتحاد السنغالي يستشعر مؤامرة تحاك ضد منتخب بلاده، مستحضرا ما حدث لمن سبقه في هذا المسار ومستبقا وقوع الفأس على الرأس بشكوى موجهة للكاف وللجنة المنظمة مفادها الظروف المزرية لمنتخب أسود تيرانغا منذ أول أيام المنافسة. الشكوى تضمنها البيان شديد اللهجة الذي انتقد فيه الاتحاد السنغالي ظروف الإقامة وغياب الترتيبات الأمنية، ونبه إلى عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص من خلال برمجة تدريبات في ملعب لا يضمن الحد الأدنى لمعايير السرية المطلوبة في مثل هكذا منافسات. القطرة التي أفاضت حبر الشكوى السنغالية هي تنقل المنتخب عبر القطار في ظروف لا تليق بسمعة منتخب مشارك في الكان، فضلا عن منشط للنهائي ومرشح للتتويج باللقب. Les supporters sénégalais ne sont pas contents, ils ne sont pas du tout contents de ce qu'ils ont vu à l'accueil parce qu'il y avait beaucoup d'insécurité. الوضعية التي عاشها نجوم السنغال المحترفون في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال رحلتهم أثارت حافظة مسؤولي الكرة السنغالية ودفعتهم لمطالبة الكاف بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف. Et le pays en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en parlait. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. تصريحات بابتياو جاءت في سياق مشحون فرضته أسئلة خارج السياق لدخلاء عن مهنة الصحافة حاولوا استفزاز المدرب فجاءهم الرد والصد من الصحافة السنغالية. سلوك الاستفزاز المقزز كان المدرب المصري حسام حسن قد رد عليه بطريقته الخاصة قبل يومين. أنا مش هرد عليك عشان أنت أسئلتك مش لبقة وما فيهاش احترام، حتى السؤال اللي بتقوله مش محترم. وعلى المنوال ذاته كان رد فعل الصحافة المصرية الحاضرة بطريقة بليغة لم يكونوا ليعبروا عنها بالكلمات. لغة الشكوى والامتعاض هي الأسلوب الذي فرضه المنظمون على ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مختلف مواقع التغطية الإعلامية. في ظروف المباشرة كما قاعد تشوف عاد انقطاع التيار الكهربائي في الملعب الأولمبي مولاي عبد الله في الرباط، مشاكل بالجملة قبل انطلاق المباراة. الملعب زاد كيف خلينا نحكي لكم عليه بسرعة. عادل ملعب صغير معناتها ما فيش ضغط تدخل من الشارع تلقى طول بالجرادان حتى باش تلقى بلاصة تخبى فيها الجماهير ماهيش موجودة. وسط كل ذلك تفقد الكرة الإفريقية صوتا إعلاميا منافحا عن شرفها وسمعتها. إنه الصحفي المالي محمد سوماري الذي كانت آخر كلماته انتقادا للانحياز التحكيمي الفاضح ضد المنتخب الوطني الجزائري قبل أن يحمل جثة هامدة من غرفته بأحد الفنادق. Le point noir reste l'arbitrage. Malgré la présence de la VAR, on a vu certaines décisions contestables et contestées. Et vraiment, c'est le point noir de cette Coupe d'Afrique des Nations. في النهاية التتويج بلقب هذه النسخة وفق الاتجاه المخطط له سيكون عنوانا لصفحة سوداء في سجلات الكرة الإفريقية والقارة السمراء.